كده صاحب الكوره. مصر على حساب زامبيا، تمام، مفيش مشكله. تمام. الكونغو على حساب جنوب افريقيا. ودي مفاجاه كبيره طبعا. برضو يعني ماشي. غينيا على حساب نيجيريا. طيب نحط تحتها خط. ادي المفاجاه الكبيره بقى. غانا على حساب الجزائر، ماشي، مفيش فيها مشكله. ماشي. كنا نتمنى الجزائر، بس غانا والجزائر ماشي. مظبوط، مستوى زي بعض. مالي على حساب السنغال. ايه ده؟ مفاجاه كبيره. والنيجر على حساب السودان. مش عارف انا الكلام ده صح؟ مالي طبعا مالي طبعا صح. مالي حصل السنغال خرجت ازاي؟ مالي نيجيريا خرجت ازاي؟ فريق كويس جدا جدا جدا، فريق كويس جدا. وفي ناس بس مش فاهمه الخريطه الافريقيه. على الحدود مش عايز اقول لك جنوب السودان والسودان ومالي واوغندا وتنزانيا، انت عارف طبعا الخريطه، وكينيا الناحيه دي صب النيل. مش عايز اخش في درس جغرافيا للناس، لكن مهم جدا اللي انت لما تيجي تدرس حاجه لازم تتعرف على الخريطه. دايما في دوره بتتلعب، دوره جنوب وشرق افريقيا، ودايما مالي تلاقيها بتلعب مع غانا، بتلعب مع نيجيريا، بتلعب زامبيا، بتلعب المنتخبات الفرق اللي انت يعني اتخضيت منها. ومش عايز اقول لك حافظين بعض. يعني نيجيريا لما تلعب غانا اسهل اللي هي تلعب مصر. تخيل يعني نيجيريا وغانا اي حد يكسب زي ما حصل المره اللي فاتت. سواء نيجيريا غانا المنتخبات القويه جدا في الفئه العمريه دي. غانا السنغال طلعت السنه اللي فاتت برضه. السنغال الفتره اللي فاتت دي، يعني انا كنت كل ما اسمع السنغال اتغاظ الحقيقه. ليه؟ كره قدم نسائيه واخدين البطوله، شباب واخدين البطوله، منتخب اول واخدين البطوله، كل حاجه. يد دخلوا في القصه حتى. ايه هو في ايه؟ استنوا يا جدعان، ايه الحكايه؟ انا هقول لك على حاجه. اللي انت بتقول لي دلوقتي انا راضي عن منتخب مصر، لا انا مش راضي. ليه؟ انا مش راضي. لا ماشي كويس اهو. هقول لك ماشي كويس. انا راضي. المباراه اللي بره كان في اخطاء. مش هقول محمد صلاح لما اتكلم عبد المنعم لانه بيسيب الراجل رقم 9 في ملاوي اللي فيها 4-0 لما لا معلش، حتى لو في اخطاء. لا انا عندي 4، ده انا كسبتهم هنا 2 وكسبتهم بره 4. لا بس انا مش عايز بقى ايه، ما هي دي بقى المشكله. بص والساعه 3 والدنيا حر والصيام، اللعيبه كانت صايمه على حسب معلوماتي. الكلام ده جميل جدا، لكن انا بتكلم على ايه؟ انا مش بتكلم على مدينه الفاضله بتاعت ارسطو، لا. انا بتكلم او المثاليه، لان المثاليه دي خلاص يعني موجوده بس قليله جدا، وعايزه حد يدور عليها عشان يجد مثاليه. عشان تجد مثاليه انا مش عايز اتكلم على تقول مثلا المحافظ يبقى مثالي بشكل، رئيس حي يبقى مثالي بشكل مش عارف ايه، مدير مدرسه يبقى مثالي، كابتن فريق يبقى مثالي. انا يعني المثاليه دي موجوده ولكن بدرجات متفاوته ومش كبيره. لكن انا بتكلم في جزئيه ان انت مش عايز اتكلم لقطه محمد صلاح لما كلم محمد عبد المنعم اللي هو سايب رقم 9 لعب كورتين من وراه. لان محمد صلاح عنده حس عالمي، راجل ده اعلام بره، راجل بيتعلم بره مش هنا. فبالتالي المستوى اللي بيقدمه، شفت محمد صلاح اللقطه اللي بيعملها، الباص اللي بيعملها، الشوطه اللي بيعملها، راحه مسطره لواحد. احنا عندنا اللعيبه متعلمه تعليم محلي مش عالمي. دي مشكله كبيره. خلي بالك، انا عايز اقول لك على حاجه عشان اكملها. الفكره دي توصل للناس ازاي؟ انا مش معنى ان انا اكسب 4 ولا 5 ان انا انسى سلبياتي او اخطائي، لان ملاوي مش في الكوره. ما انا نتكلم ولا توجو في الكوره، ولا النيجر في الكوره، ولا كينيا في الكوره، ولا الكلام ده كله. انت بتلعب بقى عايز ولا فريق من الفرق المتوسطه، الفرق الضعيفه، التصنيف الرابع. بس بلجيكا في الكوره ماشي. ايوه بلجيكا في الكوره. ما هو معلش ما هو بلجيكا في الكوره لان انت رايح بمين بقى؟ كان عندك اللعيبه وعندك النني وعندك صلاح، واللعيبه في عايزين يبينوا تو بي اور نوت تو بي، اكون او لا اكون، عايزين يبينوا اللي هم يستاهلوا يوصلوا كاس العالم. وده اللي اتقال بعد كده الصحافه العالميه بعد فوزنا على بلجيكا في الكويت 2-1 في مباراه ولا اروع، وحضور الجمهور الجميل. قال لك ان المنتخب المصري ازاي. وعلى فكره ابدا مع حضرتك علشان ما ننساش الموضوع ده، لانه في غايه الاهميه، في منتهى الاهميه، فكره اللخبطه. وطبعا اللخبطه لما تبقى داخليه مفيش فيها ازمه بنتصرف فيها ونحلها ونحتويها، لكن لخبطه القيد ولاعيبه داخله ولاعيبه خارجه، ويبدو انها بدات تبقى كتير حتى مش بس عندنا، كمان في بعض الانديه في الاتحاد الافريقي اللي حصلت اللي لها علاقه باحمد رفعت وفيوتشر، واللي قد يتعرض للخروج من هذا الدور لانه هيطير منه مباراتين كده ب6 نقاط. تمام. خليني اخد من حضرتك تفاصيل عن الموضوع ده لو في عندك تفاصيل عنه. هو طبعا حسب اخر معلومات وصلتني في الموضوع ده ان احمد رفعت كان اعاره، وقبل الاعاره كان مع فيوتشر ولعب مع فيوتشر لعب وبعدين طلع لعب كان مقيد ولعب حوالي 4 مباريات، وكان مقيد مع فيوتشر في بطوله الكونفدراليه، وكان اول مره يوصل فيوتشر للكونفدراليه، وده كان انجاز كبير.
اللي حصل بعد اعاره احمد رفعت للامارات زي ما حضرتك عارف وكل الساده المشاهدين، رجع تاني. فطبعا هي دي بقى المشكله. هي دي المشكله، لان موضوع القيد دايما النادي، مش عايز اقول اداري النادي هو اللي بيبعت للاتحاد الافريقي، لا هو الاداري بيبعت القائمه للاتحاد المصري، والاتحاد المصري لان الاتحاد الافريقي لا يتعامل مع انديه زي ما حضرتك عارف. نعم. فيجي يعتمد اللي هي القائمه او اللي هي مكتوبه من اداريين نادي فيوتشر او نادي بيراميدز او نادي الاهلي او نادي الزمالك. ولذلك المدير الاداري زي ما احنا بنعتبره هنا في مصر للاسف نوع من المجامله، لكن هو مدير الاداري، والاداري هو حاجه مهمه جدا طبعا، لانه بيراجع كل الرولز او القواعد بتاعه الاتحاد الافريقي، بيراجع اللائحه بتاعه الاتحاد المصري، بيراجع كل كبيره وصغيره، وبالتالي هو بيبقى المرآه للاداره الكبيره جدا بتتمثل في رئيس النادي واللعيبه والجماهير لفريق كبير. نعم. اذا كان فيوتشر